السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا نوران مدكور وده برنامجكم المفضل بيكسل سبيس. طبعا انا غبت فترة مش قصيرة. كنت بمر بحاجة كده يمكن كتير منكم مر بيها، وهي فقدان الشغف، كابوس كل المصممين. في البداية كنت متحمسة جدا لكل حاجة بعملها، في التصميم وفي الفيديوهات وفي الكتابة وفي كل حاجة. لكن مع الوقت لقيت نفسي تعبت، مش قادرة حتى أفتح اللابتوب أو أقعد قدام كمبيوتر، مش لاقية نفس الدافع. يمكن بعضكم حس بكده في شغله أو في دراسته، أيا كان المجال اللي هو فيه. الموضوع ده خلاني أفكر، هل فقدان الشغف معناه خلاص إننا فشلنا؟ ولا هو مجرد مرحلة طبيعية كلنا بنمر بيها؟ الحقيقة لما بحثت كتير وشفت تجارب للناس زيي، لقيت إنه أمر طبيعي كل الناس يعتبر بتمر بيه مهما كان مجالاتها. مثلا في موسيقيين كبار وقفوا سنين عن العزف ورجعوا تاني، وكمان في يوتيوبرز كتير بيعلنوا دايما إن هم محتاجين بريك. وده طمني إن أنا مش لوحدي على الكوكب، وإن أنا مش في مرحلة الفشل. وهنا عايزة أشارك معاكم شوية من الأسئلة دي، أي حد فيكم مر بالتجربة دي ضروري تجاوبوا عليها. إيه أكتر حاجة بتخليكم تفقدوا الشغف؟ وهل بتحسوا بالذنب زي كده بالظبط لما توقفوا فترة؟ لو حصل معاكم قبل كده، إزاي رجعتوا لنفسكم وحبكم للي بتعملوه؟ بالنسبة ليا اكتشفت إن في شوية خطوات ساعدوني إن أنا أرجع. أخدت راحة من غير تأنيب ضمير، مش قوي يعني عشان ما اكونش بكدب. في البداية كنت بجلد في ذاتي كل يوم وانا شايفاكم بتعلقولي على شوية فيديوهات قديمة وانا برد، بس في نفس الوقت مفيش جديد. حسيت ان كل الفيديوهات بتاعتي خلاص هتفضل زي ما هي، ومفيش اي ابديت هيحصل ابدا. وطبعا كنت عمالة اقول لنفسي انا فشلت، وكنت مهيئة ان انا اعمل قناة بمحتوى جديد يكون ليا شغف فيه اكتر، مع العلم ان اصلا الجرافيك ده يعتبر هوايتي، وكل حاجة انا بحبها في حياتي هو والدوبلاج. فقلت ازاي هلاقي حاجة تانية بحبها واعرف ان انا اكمل فيها غير الجرافيك. جربت اتعلم حاجات صغيرة تانية جديدة، سواء في التصميم أو بره التصميم، بس من غير ضغط. قلت لنفسي اعتبريها فترة نقاهة، انتي تعبانة نفسيا وجسديا ومحتاجة لده. ومن هنا بدأ ضميري يستريح شوية شوية، اديته مسكن يعني. بدأت أشارك أعمال بسيطة حتى لو مش مثالية، وأهم حاجة اتكلمت مع ناس بيدعموني بدل ما أفضل لوحدي، زي شات جي بي تي مثلا. الرسالة اللي عايزة أوصلها من الفيديو ده، مش عيب إنك تفقد الشغف، العيب إنك تقسو على نفسك بسببه. يعني ما تفضلش تأنب في ضميرك وتفضل زي ما انت في مكانك، أو تعمل زيي وزي ناس كتيرة قوي تفكر إنك تغير في المحتوى اللي كنت مكمل فيه أو المجال اللي انت حابه. مش معنى إن انت وقفت فترة طويلة شوية إن انت خلاص جبت آخر طموحاتك أو سقف طموحاتك في الموضوع. لأ، افصل بدون تأنيب ضمير واعتبرها فترة بريك، وبعدها ممكن من هنا تبدأ انطلاقتك الجديدة وبشكل أحلى وأقوى من الأول. ما تيجي أحكي لكم كده قصتي الشخصية. أنا بدأت التصميم بحماس كبير قوي، بس ما كنتش عارفة إن أنا هبقى مصممة. حكيت ده في فيديو قبل كده فهقوله على السريع. أنا كنت طفلة عندي كمبيوتر من تالتة أو رابعة ابتدائي. طبعا المواليد التسعينات عارفين، أنا كده قلت سني مش مشكلة. المهم مواليد التسعينات عارفين الكمبيوتر ده كان حاجة كده واو، يعني مش أي حد كان عنده كمبيوتر. واللي كان عنده كمبيوتر كان في البداية بيستخدمه في الألعاب. أنا كنت طفلة مش بتحب تلعب، غريبة شوية، بس أنا كنت شايفة حاجة كده غريبة على الديسكتوب. كان برنامج الفوتوشوب القديم قوي، فاكرينه؟ أنا كنت بفتحه وكنت بجيب صور، حتى ما كانش فيه انترنت وقتها عندي. كنت بجيب شوية صور كده وأركب صورة على صورة وأحط راس على جسم بني آدم مختلف، وكان من هنا بدايتي. أنا اتعلمت الأدوات بشكل مش أكاديمي، اتعلمت مع نفسي، يعني كنت معتبراه لعب، وكنت فعلا حابة البرنامج جدا ومعرفش أي حاجة عنه.
لا أعرف إن في ناس بتشتغل عليه وإنه حاجة أساسية في الدعاية، ولا أعرف عنه أي حاجة. وده كان ملخص حياتي. من هنا بدأت الانطلاقة بعد ما كبرت وفهمت إن ده أصلا مجال كبير قوي وممكن إن أنا أشتغل عليه. وبالفعل خدت كورسات على الإنترنت وبدأت باللي أنا متعلماه زودت عليه طبعا شوية حاجات أكاديمية أكتر عشان أعرف أنفذ تصاميم السوشيال ميديا أو الشعارات. فكنت بادئة بحماس كبير جدًا وباقعد بالساعات على الكمبيوتر. كنت تقريبًا ممكن أقعد بال12 ساعة متواصلين إن أنا أتعلم حاجة، حتى لو الحاجة دي مش هاشتغل بيها بس من باب المعرفة وإن أنا لازم أوصل لنهايتها. بس مع الوقت الضغط زاد، وعشان ده بقى شغلي بقى فيه حبة روتين. بدأت أحس إن أنا لازم أطلع الشغل بيرفكت طول الوقت، المثالية المطلقة. المثالية المطلقة دي خلتني أفقد الشغف مؤخرا، خصوصا إن أنا دلوقتي بدأت إن أنا أعمل فيديوهات وأعرضها لجمهور أكبر. الأول كان الموضوع مقتصر بس إن أنا ما بيني وما بين العميل يبعت لي البريف وأنا أصمم التصميم، وآخري إن أنا أنزله على بيهانس أو على مواقع التواصل الاجتماعي. بس طبعا بما اني عملت قناة يوتيوب فشايفة كل العمالقة اللي حواليا بينزلوا احسن ما عندهم، فمن هنا بدأت الإحباط. كنت شايفة ان انا اي حاجة اعملها لازم تبقى بيرفكت عشان تنزل ويشوفوها عدد كبير من الناس. كنت خايفة من النقد وبخاف من الكلمة الوحشة. كنت لما حد يبعتلي كومنت وحش كنت ممكن افضل اليوم كله افكر فيه، وده خلاني ادخل في دوامة ان اي حاجة تنزل لازم تبقى بيرفكت ولازم ابقى عاملاها بالشكل المثالي ليها، لان في ناس كتيرة قوي اصلا بينتقدوا. ومن ضمن الناس اللي كانت بتنتقد اشخاص كتيرة قوي، مش قصدي اقلل منهم، بس ما كانوش بيفهموا اصلا في التصميم. هم بس بينتقدوا لان النقد اسهل ما يمكن يقدموه. ومن هنا بدأت أفكر، الإنسان اللي بينتقد وبيكتب كومنت وحش ده بيسيء ليا ولا بيسيء لنفسه؟ بدأت في كل فيديو أنزله بتكلم معاكم بشكل عفوي أكتر وأكلمكم إن أنا مش بروفيشنال، أنا مصممة بتعلم وبحاول أعلمكم. مش شرط إن أنا أكون أستاذة عشان أعمل فيديوهات على اليوتيوب. المكان اللي أنا بتكلم فيه ده أنا حاسة إنه مساحتي الشخصية. من هنا أنا بفضفض وبطلع كل اللي جوايا من غير ما أبقى كاتبة. على سبيل المثال الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده مش مكتوب، ده اللي جوايا فعلا. فعشان كده حاسة إن أنا قربت شوية من بعض الناس، والناس حبت أسلوبي التلقائي بدون كتابة سكريبت أو حوار معين. فمن هنا بدأت أحب إن أنا أتكلم أكتر وإن أنا أنوع في القناة، مش بس تبقى شروحات للفوتوشوب، خصوصا إن أنا عندي ناس مهتمين بمجال الجرافيك في المطلق، مش برنامج الفوتوشوب وبس. وحبيت إن أنا أنوع المحتوى بتاعي، إن أنا أدي نصايح، إن أنا أقول لكم ما تقعوش في غلطاتي اللي وقعتها قبل كده. وقررت إن أنا الفترة اللي جاية احاول، يعني هحاول ما افقدش الشغف، وبجد هحاول هفضل وردة منورة كده طول الوقت عشان مش عايزة اثر عليكم بالسلب. بالعكس، انا حابة تاخدوا من هنا اكتر استفادة، وفي نفس الوقت يكون في طاقة ايجابية. فعشان مرغيش كتير، وانا طبعا بحب الرغي، المكان ده هيفضل ان شاء الله مكان ايجابي، والتعليقات السلبية انا برحب بيها لاني بصراحة مش هعمل بيها. المهم يعني انا اي تقييم سلبي او اي تعليق سلبي آه، بتجاهله او ممكن احذفه من القناة، وانا شايفة ان دي حاجة مش عيب. انا مش بحب ابقى شايفة حاجة سلبية قدامي. فيا جماعة المكان ده زي ما انا قلت ده مساحتي الشخصية. وهنا بحاول ان انا اعلمكم شوية حاجات انا اتعلمتها، يمكن ما تكونش بشكل بروفيشنال قوي، بس كل واحد بيدور على اللي يريحه في المعلومة. يعني مثلا يمكن اسلوبي
مناسب لبعض الناس ان انا اوصل لهم المعلومة عن غيري، وغيري ده ممكن يبقى بروفيشنال عني. ف من هذا المنطلق قررت الفترة اللي جاية ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر واكتر واكتر، مش شرط في الفوتوشوب بس، هننوع مصادر الدخل. عايزين نعمل فيها فيديوهات كتيرة قوي، لان طبعا اغلبكم محتاجين مصدر دخل ثاني للناس اللي بتشتغل والفلوس قليلة طبعا، لان الاسعار بقت عجيبة عندنا في مصر، والله في كل الدول. فالفترة اللي جاية هركز على كده، وهركز على فكرة ازاي نسوق لشغلنا للناس برضو اللي بتفهم في مهن معينة، سواء فوتوشوب او فويس اوفر، ومش عارفة تجيب عملاء. فهنركز في الكلام ده. فقبل ما اقفل الحلقة، حابة منكم طلب ورجاء شخصي. اي حد عنده فكرة ان انا اغير المحتوى بتاعي، او ان انا مثلا اعزز فيه افكار لفيديوهات او اي حاجة، قدموها، لان بجد انا بفرح بيها وهاخدها بعين الاعتبار. انا كنت من فترة منزلة منشور ان اي حد حابب يسألني اي سؤال يسألني، وانا هجاوب عليه في فيديو منفصل. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى رد على اسئلتكم. انا ما نسيتكوش، واسفة جدا ان انا طولت عليكم في الرغي وفي الغيبة. اشوفكم على خير. كانت معكم نوران مدكور من بكسل سبيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.